الinterrupts اعتبرها الشبكة العصبية ومراكز الإحساس عند الكمبيوتر. من اسمها كده باين إنها حاجة بتعترض تنفيذ البروسيس الحالية، وده ميكانيزم موجود في نظام التشغيل علشان يقدر يسحب الكنترول من البروسيس في أي وقت. البروسيس وهي في حالة الرننج بيتم تنفيذ الكود بتاعها. في الحالة دي بنقول إن الكنترول مع البروسيس بتكنترول إيه بالظبط؟ بتكنترول السي بي يو. الأوامر بتاعتها هي اللي بتتنفذ دلوقتي. لما بيحصل انتربتس فالسي بي يو بيوقف تنفيذ أوامر البروسيس ويحول الكنترول لمكان تاني في كود تاني مش بتاع البروسيس. طيب تعال نفهم الكلام ده بمثال. لما الجهاز بيشتغل نظام التشغيل بيعمل شوية configurations للسي بي يو خاصة بالانتربتس. بيجهز جدول اسمه interrupt descriptor table، وده زي دليل كده في كل انواع الانتربتس اللي نظام التشغيل بيفهمها والكود اللي هيتنفذ لكل انتربت. نظام التشغيل بيوصل الجدول ده بالسي بي يو علشان لما تيجي اشاره اللي هي انتربت السي بي يو يعرف يروح فين وينفذ ايه بالظبط. لو انت دوست على اي زرار في الكيبورد بتاعك فاللي هيحصل ان الكيبورد هتعمل شويه شغل زي انها تجهز الكود الخاص بالزرار اللي انت دوسته ده وتبعتها للاي او كنترولر اللي في الكمبيوتر. الاي او كنترولر ده منفصل عن السي بي يو، ده موجود في تشيب على المذر بورد اسمها بي سي اتش او بلاتفورم كنترولر هاب. الكنترولر ده بيستقبل الاشاره اللي جايه من الكيبورد ويبعت انتربت ريكويست للسي بي يو. السي بي يو بيستقبل الاشاره دي ويشوف هل هو ينفع يرد عليها ولا في حاجه تانية اهم. لو يقدر يرد فبيوقف شغله مؤقتا، يعني بيعمل بوز للبروسيس الحاليه وبيحول الاكسكيوشن كونتكست للكيرنل مود. وفقا للانتربت ديسكريبتور تيبل فالسي بي يو هيروح ينفذ الانتربت سيرفيس روتين المخصوص بالتعامل مع الكيبورد. الاي اس ار بتاع الكيبورد ده بياخد الكود الخاص بالزرار اللي احنا ضغطنا عليه وبيحتفظ بيه في كيو علشان النظام يقدر يستخدمهم بعدين. بعد انتهاء عمل الاي اس ار البروسيس بيرجع يشغل البروسيس اللي كان عامل لها بوز. في المثال بتاعنا الكيبورد درايفر هيبعت اشاره لنظام التشغيل يعرفه ان في انبوتس جديده وصلت. الكلام ده مش موجود على السلايد بس ده اللي هيحصل. نظام التشغيل هيروح للكيو اللي اتخزن في الانبوتس وياخد الداتا اللي فيه ويبعتها للاكتيف بروسيس. باختصار انت في كل مره بتكتب فيها او بتحرك الماوس فانت بتعطل البروسيس اللي شغاله، حتى لو الانتربت بياخد مايكرو سكند مثلا، بس الفكره ان في شويه شغل مش قليلين بيتنفذوا من وراك. فما تقعدش تلعب بالماوس وانت منتظر الكمبيوتر يخلص حاجه، لان انت كده بتعطله. طيب ده كده ملخص غير مخل لاحد الانتربتس اللي ممكن تحصل في السيستم. الانتربت هو ايفنت بيحصل فجاه ويوقف البرنامج عن الشغل اللي كان بيعمله بشكل مؤقت. الانتربت ممكن يجي من جهاز هاردوير زي الكيبورد او حتى من البروسيسور نفسه او من اي سوفت وير. اول ما بيحصل البروسيسور بيقرر اذا كان هيوقف اللي كان بيعمله ولا لا. لو قرر يوقف الشغل الحالي فبيشغل كود مخصوص، وبعد ما الكود بيخلص البروسيسور بيرجع يكمل من نفس المكان اللي كان واقف عنده. في مجموعه انتربتس في قسم الهاردوير بنقول عليهم ماسكبل انتربتس. كلمه للاسف لا تعبر عن المقصود بالظبط. المقصود ان الانتربت اللي من النوع ده ينفع ينتظر فتره قبل ما نهندله. يعني لو السي بي يو بيعمل شغل مهم وجاله ماسكبل انتربت فهيركن الانتربت على جنب شويه على ما يخلص اللي فيه. في مجموعه تانية اسمها نون ماسكبل انتربتس، ودول عكس المجموعه اللي فاتت. ده انتربت ما ينفعش نصبر عليه او نركنه، ايا كان اللي في ايد السي بي يو لازم يسيبه ويهندل الانتربت اللي جاي له. الماسكبل زي الكيبورد انتربتس دي ممكن تتركن شويه عادي. هو واليو اس بي انتربت دي اشاره جايه من يو اس بي ديفايس ايا كان. لو بنوصل اي جهاز يو اس بي بالكمبيوتر فالهاردوير المسؤول عن اليو اس بي بيبعت يو اس بي انتربت للنظام. النوع ده ماسكبل طبعا مش حاجه كريتيكال، لازم نسيب اللي في ايدينا ونهندله. في كمان النتورك انتربت. لو كارت النتورك استلم داتا جديده مثلا وعايز يسلمها فلازم يبعت انتربت يقول انه معاه داتا. وطبعا في عندنا الجي بي يو والستورج. التايمرز عباره عن هاردوير. عندنا في الكمبيوتر شويه تايمرز كتير متوزعين على اكتر من هاردوير بيسز. عندنا شويه في السي بي يو نفسه وفي على المذر بورد وفي كارت الجي بي يو وفي كمان في كارت النتورك وفي غيرهم. وخليني هنا اكد لك على معلومه.
أي function بتستخدمها في لغة البرمجة بتاعتك بتعمل بيها حاجة زي مثلًا time out أو interval أو sleep أو أي حاجة ليها علاقة بالtime، في الآخر بيتم استخدام hardware timer، لكن بشكل غير مباشر. الkernel هي اللي بتختار الtimer المناسب وتتعامل معاه، ولا أنت ولا التطبيق بتاعك ليهم دور في اختيار أو التعامل مع الhardware timer. المهم طبعًا الtimers دي لازم تبعت interrupt request تعرّف بيها النظام إن الوقت اللي الtimer مضبوط عليه حصل. الtimer interrupts زي ما قُلنا هي من نوع maskable، يعني ممكن تتركن على ما الCPU يقدر يسيب اللي في إيده. وبالمناسبة الوقت اللي بتتركن فيه بيبقى قليل جدًا، يعني بيقاس بالmicroseconds والnanoseconds كمان. فالinterrupts مش بتتركن بالثواني، لأ، يعني هي بالنسبة لنا إحنا كمستخدمين في الآخر مش هنحس بالكلام ده خالص إلا نادرًا. آخر نوع من الmaskable interrupt اسمه inter process interrupt، وده هنبقى نتكلم عنه بعدين مش دلوقتي. ننقل على الnon maskable interrupts، الinterrupts اللي ما ينفعش تنتظر والCPU لو شافها لازم يسيب اللي في إيده ويركز معاها. ودي interrupts نادرة مش معتادة، وأغلبها موجود في أنظمة متخصصة زي الreal time systems، لكن ما فيش مشاكل إن إحنا ناخد عنها فكرة سريعة. رقم 1 الinterrupts اللي بتحصل نتيجة اكتشاف hardware error. على سبيل المثال الmemory corruption، وده طبعًا ممكن يحصل مع حاجة زي الvirtual memory، واللي هيمسك الerror ده هيكون الhypervisor نفسه. في الحالة دي هيبعت hardware error interrupt وغالبًا هيؤدي إلى عمل reset للماشين. في حاجة مهمة جدًا في بعض الأنظمة اسمها watchdog timers، ودي فكرة بسيطة لكنها بتحل مشكلة كبيرة أوي. هو out of scope الكورس، بس أنا هادّي لك فكرة بسيطة عنه. النوع ده من الtimers أول ما بيشتغل بيبدأ يعمل عد تنازلي، أول ما يخلص بيبعت إشارة للنظام إنه يعمل reset أو restart. الفكرة هنا إن لازم الkernel كل فترة زمنية، طبعًا لازم تبقى أقل من الفترة اللي الtimer ده مضبوط عليها، تبعت له إشارة إنها ما زالت على قيد الحياة. الإشارة دي بتوصل للتايمر بتخلّيه يreset نفسه هو مش يreset الماشين، فبيبدأ يعيد من الأول. مثلًا التايمر مضبوط على 60 ثانية، فيبدأ يعد تنازلي 59 58 57 56 وهكذا. قبل ما يوصل للصفر وليكن مثلًا بيعد في 6، الكيرنل هتبعت له إشارة I am alive، فهيبدأ يعيد من 60 من تاني. المرة اللي الكيرنل هتفشل فيها إنها تبعت إشارة I am alive، التايمر هيوصل لصفر وإشارة الrestart هتتبعت. ده تايمر ممتاز جدًا في حالة الأنظمة الحرجة اللي شغالة مع نفسها بدون تدخل بشري، زي أنظمة مثلًا الثبات الإلكتروني في العربيات، دي بتحافظ على ثبات العربية في الملفات وعلى الطرق الزلقة وما شابه. تخيل لو النظام ده هنِّج والعربية شغالة، هنا إحنا بنعرّض حياة الناس للخطر. فمع وجود حاجة زي الwatch dog timer هيعمل reset للنظام في حالة الhanging أو إن في حاجة حصلت مشكلة يعني، ويخلّيه يشتغل من جديد بسرعة بدون ما حد ياخد باله. طيب في نوع تاني من الnon maskable interrupts اسمه kernel debugger. لو وصلت لمرحلة إنك شاكك في سلوك الkernel وعايز تكشف عليها وهي شغالة وتشوف هي بتعمل إيه، فأنت هتعمل حاجة اسمها kernel debugger، بس إحنا ما بنحتاجش نوصل للمرحلة دي. وبس كده.